السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مهندس هيثم إبراهيم. الفترة اللي فاتت الحمد لله أكتر من حد تواصل معايا، سواء بقى مسجات أو تليفونات، ما بين طلاب لسه بيدرسوا في الجامعة وبين طلاب اتخرجوا ودخلوا الجيش وعاوزين يعرفوا طريقهم يبقى عامل إزاي، ومحتارين ما بين كورسات أونلاين، ما بين كورسات أوفلاين، ما بين إن هم يفتحوا البيزنس الخاص بيهم، ما بين إن هم يشتغلوا في شركة تريننج. طب يا ترى المرتب دوت كويس؟ واكتر من حد يعني بعت لي حتى كمان ان معروض عليه مرتب بالشكل الفلاني، اقبل او ما اقبلش. فقلت بصراحه اعمل فيديو بحيث ان اكبر قدر من الناس يشوفوه، لعله يبقى مفيد لحد من الناس وممكن يبقى مؤثر جدا في قراره. مبدئيا كده بمنتهى البساطه انا بخص بالذكر شويه الشباب اللي لسه متخرجين من كليه هندسه او بيدرسوا لسه في اخر سنه في كليه هندسه. ممكن بعض الكلام يندرج على بقيه الكليات، بس بما ان انا اتخرجت من هندسه فيعني ايه هكون انا منحاز ليهم شويه، او بما ان تجربتي معظمها في المجال الهندسي فتلاقيني عارف شويه خطوات فيه ممكن تفيدهم ان شاء الله. مبدئيا انا بفضل جدا جدا طول ما انت لسه بتدرس لازم تنزل تدريبنج، لازم تنزل تدريب. ويا سلام لو انت كمان التدريب دوت كان بفلوس وفلوس بسيطه. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انت ممكن تفوت كام كويز مثلا في 100 ترم ولا حاجه، مش شرط يعني تفوت اللي هو ما تروحش، بس يا سيدي وازن شويه ما بينه وبين لو عندك تريننج او لو عندك شغل بارت تايم او لو عندك شغل اونلاين بتعمله. فكره ان انت تمسك فلوس وانت لسه في الجامعه دي بتديك قد ايه احساس بالفخر بنفسك، وكمان بتعزز من جواك فكره الكوميتمنت او الالتزام، تبقى انت ملتزم بكلمتك. وكمان تتعلم فكره المكسب وخساره، او فكره ان انا عملت مجهود فخدت قصاده فلوس. وهتعلمك كمان المفاوضه، وهتعلمك كمان ان انت النهارده ممكن تقعد قدام حد تقول له انا عاوز كذا عشان اعرف اعمل دي. ففيها حاجات ايجابيه كتيره جدا. مش بقولك انت تسيب الدراسه او ان انت تهملها، لا، انا بقولك تفكر بشكل مختلف. الزمن والدنيا اتغيروا يا جماعه، واولياء الامور كمان اللي بيتفرجوا على الموضوع وبيتفرجوا على فيديو، يا ريت يا جماعه نغير من نظرتنا خلاص، نغير من نظرتنا. كمان شويه الوظائف ديت هتندثر كلها، معظم الوظائف هتندثر، ما عدا بقى بعض الوظائف اللي هي لا بديل عنها. جراح، مهندس بشكل معين، بعض الوظائف هتندثر بشكل كبير جدا جدا. ودي بانت احنا في ظروف اقتصاديه في بلدنا كمان هنا في مصر. اللي متابع يعني عارف ان في شويه قرارات هتنزل الفتره اللي جايه هتودينا لمرحله جديده خلاص. يعني فكره الحكومه وفكره ان احنا النهارده نتوظف بشكل حكومي هتقل جدا، وكذلك القطاع الخاص. من فتره كنت شفت فيديو لنقيب المهندسين بيقول لا احنا هنقنن جدا جدا اللي هينتموا لنقابه المهندسين، مش اي معهد ولا اي جامعه خاصه هنوافق على قبول الطلاب بتاعتها في النقابه، لان الطلاب بقوا كتير جدا جدا متخرجين، او مهندسين كتير جدا جدا متخرجين والطلب عليهم قليل، فبالتالي ده بيرخص من ثمنك. فانت لازم تكون عارف ان انت لازم تزود من ثمنك. ازاي؟ تبدا من بدري، تبدا التراك بتاعك من بدري. السبق بيبدا من بدري، مش بيبدا وقت ما تتخرج وتبدا تشوف زمايلك بقى عملوا ايه واللي دخل جيش وما دخلش جيش. يا باشا هتدخل الجيش او ما تدخلش انت كده كده مكمل في طريقك. فانا اول حاجه بنصح بيها بمنتهى القوه، ابدا وانت لسه بتدرس، وكل ما بدات بدري كل ما كان يبقى افضل. واولياء الامور يشجعوا ولادهم على الكلام دوت. لما مثلا يجيب مقبول يعني خلاص ما اجرمش الولد، هو زيها زي امتياز. المهم في الاخر تخرج ولد بيعرف يكسب فلوسه، تخرج ولد ملتزم، تخرج ولد بيعرف يشتغل وبيعرف يكوميونيكيت ويتعامل في الحاله العمليه. طب لو انت النهارده لسه، لو انت النهارده اتخرجت من الجامعه تعمل ايه؟ الحق بقى نفسك، الحق نفسك. مبدئيا لازم تبقى عارف انت خارج لسوق العمل ما عندكش اي امكانيات، طالما انت ما اشتغلتش قبل كده وما احتكتش ببني ادمين قبل كده وما احتكتش وكان عندك مدير وطلب منك طلبات، وفي حاجات منها انت عرفتها وفي حاجات ما عرفتهاش، وكان ليك تقييم. باشا انت لازم تبقى عارف امكانياتك كويس جدا جدا لو سمحت يا باشمهندس. ولازم تبقى عارف ان انت متخرج لسه داخل على سوق كبير جدا مش عارف في اي حاجه، فاقبل باللي هيتعرض عليك. ويستحب ان انت مع بدايه اول شغل ليك ممكن لو في تريننج ولا حاجه انزل التريننج دوت بمبلغ بسيط مفيش مشكله، احسن ما تقعد في البيت. وبعض الناس تيجي تقول لك في واسطه او مفيش واسطه. خلاص يا جماعه، هو دلوقتي حتى لو كان في،
في وقت من الاوقات دلوقتي ما بقاش فيه الرفاهيه ديت، ما فيش حد صاحب شركه او مصنع او بيزنس خاص هيروح يجيب حد يوقع له البيزنس دوت او يوقع له مصنعه. الكلام دوت انسوه خالص، ما بقاش موجود. وكل ما المنافسه بتبقى زياده وبتبقى شديده جدا، فانت لازم تنسى من دماغك الكلام دوت. انسى بقى الفكر القديم، انا هروح اشتغل في وزاره من الوزارات او في هيئه من الهيئات وابقى يا باشا انا كده ريحت دماغي وهشتغل واتدرج وظيفيا وهشتغل معاها حاجه سايد بيزنس. انسى الكلام ده. انت لازم من داي وان تكون عارف ان انت قدامك طريق من الطريقين. يا اما انت النهارده هتشتغل في شركه قطاع خاص ويكون عندك كواليفيكيشنز او مؤهلاتك عاليه، وبالتالي تعرف تطلب اللي انت عاوزه دوت بشكل كبير كمطالبات ماديه، وهتتعب عشان توصل للكلام دوت. زائد كمان انت تكون مطور من مهاراتك وعندك مهارات اضافيه ممكن تشتغل عليها اي مهنه حره. المهن الحره دلوقتي متوفره جدا جدا على الانترنت وعلى في مواقع كتيره جدا تقدر تشتغل عن طريقها وتكسب بالدولار كمان، يعني تكسب بالدولار. او الطريق التاني، لا انت واحد دلوقتي حابب المغامره بشكل كبير وعاوز تفتح البيزنس الخاص بيك. دي ليها شويه نصايح او يعني دروس مستفاده، ودي ليها برضو طريق. فانت مبدئيا لو انت عاوز تاخد الطريق التقليدي او الطريق ان انت تبقى موظف في احد الشركات، وده مش عيب بالمناسبه خالص، لازم تعرف انت تاخد السلم من اوله. ولازم لما تدخل المكان ابعد عن الشله. مين هي الشله بقى؟ ده هتلاقي في كل مكان ناس بقى لهم 5 6 7 سنين قاعدين في مكان وعاملين دايما ينقضوا فيه ومش عاجبهم العجب، وايه المكان دوت ومش ايه المكان دوت. ابعد عنهم خالص، مش لازم يبقوا حبايبك. ركز في طريقك، ركز في مصلحتك، خد كورساتك، واهتم جدا باللغه. عادي جدا ان انت تبقى امكانياتك وانت في اول سنه ليك 2 من 10 3 من 10، بس كمان 2 3 لازم تزيد. مش عاوز اقول لك بعد اول سنه لازم تزيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان في اول شويه ملاحظات انا بس كنت كاتبها، كمان في اول فتره ليك لازم تعمل لينكد ان بروفايل، تعمل اكونت ليك على لينكد ان. ده موقع للوظائف بينمي المهارات جدا، وموقع فيري بروفيشنال كمان، وانا بنصح بيه بشده الطلاب اللي لسه متخرجين او الطلاب حتى اللي لسه بيدرسوا. بتعمل منها النتورك بتاعتك او شبكه العلاقات بتاعتك. يفضل شبكه العلاقات بتاعتك تبقى ناس مشهوره في المجال اللي انت حابه. يعني مثلا في المجال اللي انا فيه، مجال اللايت كارنت، في ناس بابليك فيجرز، في ناس مشهوره فيه، في ناس ذو خبره فيه. لازم دول يبقوا من النتورك بتاعتك وتتابعهم وترسلهم وتعرف منهم اشتغل ازاي وايه اللي اتعلمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انت واحد عاوز تشتغل في مجال السيلز، دي من احلى المهن. دايما معروف كده اللي بيشتغل في مجال السيلز وشاطر فيه عمره ما هيتاثر باي وضع اقتصادي. طبعا هيبقى تاثر يعني، بس يعني ايه مقارنه ببقيه زمايله، لا مش هتاثر بشكل كبير. ليه؟ اللي بيعرف او عنده مهاره البيع هيعرف يبيع في مجال الهندسي، هيعرف يبيع مجال العقاري، هيعرف يبيع في مجال العربيات، هيعرف يبيع اي سلعه، اي سلعه. كمان لو انت ناوي تخوض تجربه السيلز، مهم قوي 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 تقرا وتتعلم، تقرا وتتعلم، وتحاول تشوف لو انت في الشركه اللي انت فيها سيلز شاطر وقديم، اتعلم منه وقرب منه واعرف منه ايه التريكات واستفاد وادخل جوه التجربه بتاعته بشكل كبير. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان مهم قوي ان انت تظهر شغلك، تظهر امكانياتك لمديرك. لازم تبين ان انت تستحق مكانه اعلى. مش بقول لك بالصوت العالي والخناق، بس خليك ذكي. تعامل مع مديرك دوت ان هو عميلك، وخليك شاطر في التعامل معاه. بس تعرف ان هي مرحله، طالت او قصرت هي مرحله. مديرك لو هو انسان كويس هيبقى حاجه كويسه جدا جدا في تاريخك وفي حياتك المهنيه. وكمان بنصح كل مدير تعامل مع الموظفين اللي عندك ان هم اخواتك الصغيرين. مش لازم الاولد سكول بتاع فكره ان احنا نعمل شلاليه ونضرب الناس في بعضها. الكلام دوت خلاص بقى، عفى عليه الزمن، عفى عليه الزمن. مش بقول ان الناس تبقى ملائكه، بس على الاقل وازن ما بين الناس. ودايما اي مدير بيلجأ لكده بيبقى مدير ضعيف للاسف، بيبقى مدير ضعيف وبيخلق جيل ضعيف، والدنيا للاسف بتبوظ. وانا توقعي الشخصي ان الاجيال ديت او ان الاشكال ديت هتقل جدا جدا الفتره الجايه في ظل منافسه شديده هتبقى بين الشركات وبعضها. فمهم تظهر شغلك بشكل كبير، مهم تبين ان انت مركز، وان انت مع اول فرصه لا انا هقدر اليد. الليدرشيب او الاداره مش بالسن خالص، هي بمهارات مكتسبه. البيع بمهارات مكتسبه والاداره بمهارات مكتسبه.
ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو مخصوص لو انت عاوز تبقى في يوم من الايام عندك البيزنس الخاص بيك، لان ديت رحله طويله جدا وفيها عقبات كتيره جدا. والاهم من التكنيكاليتي او اهم من الفنيات بتاعت الشغلانه اللي انت عاوز تبقى مميز فيها، كمان الصفات الشخصيه بتاعتك. لان في وسط 1000 شخص بتلاقي 10 بس هم اللي عاوزين يخوضوا التجربه ديت، لان الموضوع مش سهل، الموضوع فيه تفاصيل كتيره جدا، الموضوع فيه ضغوطات كتيره جدا. مش زي ما بتصورها لكم الميديا ان انت بتبقى قاعد في المالديف وقاعد بتتفسح والدنيا جميله. ابدا، فكره اخطف واجري دي مش موجوده في البيزنس، موجوده بس لو انت راجل كوميشنر او لو انت راجل شغال بالسبوبه، لكن مش موجوده في بيزنس بيكسب وبيخسر، حياتها كلها بتتغير وبتختلف. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم، واكون قدمت لكم شويه دروس مستفاده من اخطاء انا شخصيا عملتها، ومن حاجات انا كنت بشوف ان في ناس كويسين عملوها فبحب اقولها لكم عشان تبقى مفيده ليكم. ولازم تتحلوا بالصبر كلكم، وابعد عن اي شيء سلبي ممكن يأثر عليك. اي سوشيال ميديا ممكن تبقى مضره ليك حاول تبعد عنها. السوشيال ميديا انا بستخدمها، بس بستخدمها في اللي يفيدني، في اللي يفيدني مش في اللي يضرني. ابعتوا لي في الكومنتات لو عندكم اي استفسار، لو حد فيكم لسه برضو محتار، لو حد فيكم محتار ما بين وظيفة والتانية اقدر اساعده في ايه. ان شاء الله باذن الله اقدر افيده، واتمنى لكم ان شاء الله باذن الله دايما اختيارات موفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.